السلام عليكم حبابي وناسي وين ما كنتو. اليوم جينا بلامونا، وشكون ما يعرفش لامونا تربينا كاع يتك عليها كي جونا الضياف يبعثونا مالينا زرب زربه جيب وحده لامونا. اليوم راني جبت لكم لا غوسيت الاصليه، وكاينه يعني وصفه واحده اخرى تقليديه، يعني مقلده. ندير لكم اليوم الوصفه الاصليه، ومن بعد هذا الفيديو ان شاء الله نديروا وصفه واحده اخرى اقتصاديه. اللامونه تاع اليوم، عندي نسحق 2 حبات بيض، نسحق لهنا عندي 250 غرام تاع حليب 250 ملي، عندي النصف تاعو، النصف تاع 250 125 غرام تاع الزبده، ولكن راكم تشوفوا ما دوبتهاش، ما رجعتهاش سائله، دوبتها غير هكذا شويه، خليتها في درجه حراره الغرفه ومن بعد دوبتها شويه برك كيما راكم تشوفوا، ما ترجعوهاش ليكيد. عندي 2 مغارف كبار تاع خميره، تاع الخميره. عندي ربع تاع هاد الكاس اللي حوالي 62 غرام هكاك تاع السكر، وحوالي 4 مغارف كبار. هنا عندي مغرفه كبيره تاع لافاني، عندي ان ساشي دليفير شيميك، عندي نص مغرفه صغيره تاع قهوه تاع ملح. وراكم تشوفوا هاد القريصه الصغيره قاعيتك هي ليكستري تاع دو فلور دورانجي تاع المزهر. استعملت ليكستري، اللي ما عندوش ليكستري يدير قطرات صغيره من المزهر العادي. الفارينه كيما راكم تشوفوا درتها في كيسان هكا ودرت هذا زياده. الفارينه عيننا هي ميزاننا، وانا كيما نتوما ما نحبش هذيك تاع عيني هي ميزاني. الكاس تاعي يرفد 150 غرام، صافي درت 150 150 300 ودرت 150. هنا عندي هنا 450 غرام فارينه. نبدا نخلط، ندير بالكاس قدامكم ونشوفوا وين نلحقوا. تما نتوما كي تكونوا تعبروا بالكاس تاعكم، هذا الكاس ديالكم ديروه كاس حليب، نصف تاعو نصف تاعو زبده، ربع تاعو سكر، وبهذاك الكاس بعد ما تزيدوا كاع المقادير هذوما بهذاك الكاس زيدوا الفارينه هكا باش تبقى لكم الوصفه في البيت. تما ماشي اشاك فوا عيني هي ميزاني، خسرت لي ما خسرت ليش، دائما خذوا هذاك العبار على بركه الله. نبداو بالبيض تاعنا، بسم الله. زوج حبات بيض، نديروا لهم السكر، نخلطوهم. اللي يخدموا بالبيتران، يعني في البيتران اللي تخرج احسن واحسن، اللي يخدموا بالبيتران يديروا توسكيه ليكيد، يزيدوا لا فارين ومع كاع توسكيه ساش، غير الزبده يخلوها مع الاخر حتى كي تحكم العجنه تاعهم، يولوا يزيدوا مورسو باغ مورسو لنتيجه احسن. هكذا نزيدوا الحليب تاعنا، الحليب ماذا بكم يكون دافي مع الحليب باش يتفاعلوا. نديروا الخميره هكذا. هنا نبدا نزيد في لا ليفور في لا فارين تاعي، هذه 150 غرام كيما راكم تشوفوا. فوقها ندير كاع هادوما لا فاني، لا ليفور، قريصه تاع المزهر، ليكستري تاع المزهر، والملح. نخلط هنا هكذا، نزيدو الكاس الثاني تاع الفارينه هكذا. صافي راني استعملت 350 300 غرام فارينه هنايا. نحي كاع يتك، نزيد الزبده تاعي، هنا نحي هذا
الفوي ديالي نحيه بيدي، نتاكد ان هاد الزبده دخلت. هكذا، وهنا لا فارين. هي ما تجيش شاده روحها، تجي خفيفه، تجي تتلاصق شويه، ما يتعجنش، هكذا يتخبط. بما ان هاد الوصفه في الروبو اللي تجي في جو مكسكوز البيتخان تجي احسن، صافي لازم شغل نعجنوها شويه ماشي بزاف، نخبطوها هكذا. كما راكم تشوفوا راهي تجي في يدي، راهي تطلع. لا شفتوها تطلع في يديكم تما تجي ما تبقاش لاصقه لتحتها، معناتها خلاص الكفايه، فيها الكفايه تاع الفارينه. خلاص ما تعجنوهاش بزاف. انا حنديرها في ريسيبيون واحد اخر. هكذا دوقه لهنا، بيسك هاد العجنه ما تتعجنش مليح، تخمروها حوالي 10-15 دقيقه، تخمر لكم حوالي الربع، تعاودوا ديغازيوها باش تخرج لنا لامونه تاعنا خفيفه. ديغازيوها ومن بعد تعاودوا تزيدوا تخلوها تخمر لا دوزيام فوا حتى تطلع لكم مليح، تقدر تلحق حتى لهنا لي بور تاع الاخر تاعكم تاع البول تاعكم. نتلاقاو بعد ما تخمر ان شاء الله. رانا ولينا بعد ما خمرت العجينه تاعنا، شوفوا بسم الله ما شاء الله، خمرت ما شاء الله لانها عجينه خفيفه. صافي لو كان نزيد نخليها تزيد تخمر. مع الاول خليتها خمرت لي غير النصف، ديغازيتها خرجت لها الغازات، عاودت غلفتها وخليتها طلعت بعقلها. دوكا بدات كاي درجه الحراره بدات تطلع تما خمرت لي تمتم. هنا نخرجوا لها كاع يتيك الهواء، نديغازيوها. نستعمل شويه تاع الزيت باش تعاونني بيان سور، خاطرش العجينه راهي خفيفه بالبزاف. صدقوني عجينه ما شاء الله. وهاد لامونا نوع من انواع البريوش. هكذا هذه كبيره على هاد السنيوه، انا رايحه ندير وحده وانا حاول الباقي نديرهم صغاور. نقص حوالي هكا، تقدروا نتوما ديروا زوج، تخرج لكم حوالي 2 هكذايا، وانا هادوما ندير بهم زوج ولا 3 هكذا. تدهنوا شويه، تقدروا تدهنوا تاني بالزبده باش تعاونكم، ومشوا في السنيوه تاعكم، ماشي لازم سنيوه كيما هذه، تقدروا ديروا مام في تاع لي طاخت ولا. وتعاودوا تخلوها تخمر تاني ماكسيموم، قد ما خمرت قد ما تخرج فارغه لداخل. ونحشيوها بلا كريم من بعد. حبيتوا ديروا هكذا وحده مدوره وبهذاك ديروا وحده طويله، ولا حبيتوا ديروا واحد اخرين صغار لوليداتكم. هذه هي لا غوسيت الاصليه، يعني ما نقصت لها حتى حاجه. وفي الفيديوهات القادمه ان شاء الله ندير لا غوسيت تاع لامونا، غوسيت اقتصاديه. هكذا نحاولوا الماكسيمم
ندنيوها دوك تعاود تخمر، تعاود تشد روحها تخي بيان. وبيان سور تكونوا وجدتوا لو جونداف تاعكم بشويه حليب ولا بشويه سكر ولا بشويه ملح، هذا يرجع لكم بوغ لا دوغور. تخلوها تخمر. هكذا مليح. شوفوا كي تخمر هادو لي بولب هادو ما يطلعوا ما شاء الله. نحمروها هنايا باردون، نديروا لها الصفار تاع البيض. انا درت له مغرفه تاع مغرفه حليب صغيره، وتخلوها تعاود تخمر الماكسيموم. ومن بعد تسخنوا الفوغ تاعكم على 180 درجه، تسخنوه مليح قبل ما تدخلوها، حوالي من 10 15 دقيقه. ومن بعد تدخلوها طيب، تاخذ من حوالي 20 الى 30 دقيقه. يعني تحمر، لازم تشوفوها لامونا لازم تحمر مليح، تاخذ هذاك الاحمرار الشباب من الفوق. ودائما تقدروا تشكوها بعد ما يجوزوا 20 دقيقه، دائما نشكوها بالموس تاعنا ولا بأون بيك ولا، وتشوفوا ولا خرجت لا بيك تاعكم نقيقيه معناتها هاي طابت. انا هكذا نخليها تعاود تخمر، ومن بعد نسخن الفوغ تاعي ندخلها طيب، ونتلاقاو بعد ما طيب ان شاء الله. هاي ليك لامونا تاعي بعد ما طابت، خدت لي في الفور حوالي 30 دقيقه. تشكيتها كيما راكم تشوفوا، خرجني الموس نقي. دوك نسيي نديمو ليها قدامكم، ماي سخونه، نتوما لازم تخلوها تبرد باش ديموليوها، وباش تقسموها لازم تكون بارده، ولا ما كاش يا تعجن لكم وتزيد تحبط لكم. على بركه الله، بسم الله. هكذا صدقوني شوفوا ما شاء الله. نسيي انا دوك نقسمها قدامكم، نبدا نقسمها، ولكن ولا بدات تفتت نحبس ونوريها لكم كي نكمل، لانها لازم تبرد. دائما كي نكونوا نقسموا ما نمشوش حتى للوسط، نبداو غير في الاطراف ومن بعد ندخلوا للوسط. بسم الله. وبيان سور كيما راكم تشوفوا عندي كنت وجدت كريم دبلومات، راكم رايحين تلقاوها في الموقع ديالي، كيفيه صنع لا كريم دبلومات، هي اللي تليق بلامونا. صدقوني خفيفه روعه، وريحه المزهر. شوفوا انا كنت لحقت للتحت، نورمالمون ما نلحقش للتحت هكذا. صدقوني حاجه ما شاء الله. نتوما برك كي تقسموها حذاري. انا دوك ندير لها هنا لا كريم باتيسيير ديالي، نعمرها كاع بلا كريم باتيسيير، ونعاود نغطيها ونتلاقاو في طبق التقديم ان شاء الله.